المراجعة النهائية بتمثل السلمة اللي قبل الأخيرة في رحلة الثانوية العامة كلها. لما توصل لها هيجي في بالك سؤالين، السؤال الأول أحل كتاب إيه؟ والسؤال التاني أراجع منصة مع مين؟ كتاب الوافي مراجعة نهائية في السنة بتاعتي ما كانش أحسن حاجة أبدا. مش عارف صراحة هو يبقى عامل إزاي السنة دي. كده كتاب الامتحان مراجعة نهائية هيكون اختيار مناسب جدا. لازم تعمل حسابك إن المراجعة النهائية للعربي هي إنك تحل امتحانات شاملة. لكن ان انت تقعد تاخد فرع من العربي وتقعد تحل فيه باب من ابواب النحو وتقعد تحل فيه، صدقني انت كده مش بتراجع ابدا، انت يعتبر بتذاكر زي ما كنت بتعمل اول السنه. العربي الفكره فيه كلها ان انت تقدر تربط الحاجات الكتير جدا اللي موجوده فيه دي ببعض، ساعتها بس يبقى انت مستعد تدخل امتحان اخر السنه. بالنسبه بقى للمنصه، تمشي منصه مع مين؟ مستر رضا الفاروق ومستر محمد صلاح، الاثنين مراجعتهم بتكون كويسه جدا. شوف انت انهي بتستريح معاه من اول السنه، انت اكيد عارف الاثنين انهي بتفهم من شرحه اكتر، وخد معاه المنصه. بس ملحوظه، مستر رضا الفاروق في السنه بتاعتي في الكتاب بتاعه كان منزل كام امتحان شامل كده. الامتحانات دي انت سواء خدت مع ده او مع ده او مع غيرهم لازم تحل الاسئله دي. الاسئله كان فيها اسئله نحو قويه جدا واسئله بجد حلوه جدا، يعني تتشقلب كده وتجيب الامتحانات دي وتحلها. بالنسبه بقى للانجليزي، كتاب الزتونه وكتاب ماي نيو فريند الاثنين اختيار حلو جدا. كتاب الزتونه حلو، هيلم لك منهج الانجليزي كله في دماغك خصوصا الكلمات، ممكن تجيبه دلوقتي لو انت مخلص الانجليزي بدري. بقى كتاب ماي نيو فريند ده بيوريك شكل امتحان اخر السنه بيكون عامل ازاي، وبجد هو اقرب صوره لاسئله الامتحان. يعني انت لو كنت متاخر في الانجليزي من اول السنه ولسه هتبدا بقى مراجعه فيه متاخر، فانصحك بكتاب ماي نيو فريند لانه هيبقى اقرب حاجه للامتحان وتثبت في دماغك قبله. وهتختار كتاب واحد من الاثنين، الكتاب ده لازم يكون ماي نيو فريند. اشترك منصه مع مين؟ ذا فول مارك ان انجلش. وصدقني انا امتحنت في السنه اللي فاتت والمراجعه النهائيه بتاعته جه منها اسئله في الامتحان، ومش سؤال ولا سؤالين، لا دول حبه حلوين. خصوصا ان امتحان الانجليزي يعتبر ما كانش ليه علاقه بالمنهج خالص، فان هو قدر يجيب اسئله جت في الامتحان والامتحان ما كانش ليه علاقه بالمنهج، دي حاجه بجد ليفل عالي قوي. بالنسبه بقى للالماني، كتابها لودويتش كان كافي جدا. وبالنسبه للمنصه، انا ما اشتركتش في الالماني في منصات خالص، انا اكتفيت بالسنتر، فممكن تسال حد غيري. ده بقى البعبع الثانويه العامه، الفيزياء. كتاب مستر محمود مجدي مراجعه نهائيه كان حلو جدا، بس مع ذلك ما يغنيش ابدا عن كتاب الامتحان. يعني لو حابب تقتني الاثنين فانت هتطلع بفايده كبيره جدا، انما لو هتاخد واحد بس صدقني لازم يكون كتاب الامتحان. كتاب الامتحان مش بس كان فيه اسئله مش بس كان فيه اسئله شبيهه باسئله امتحان اخر السنه، لا ده هو حرفيا كان فيه اسئله جت في اخر السنه كوبي بيست. انت بقى جامد قوي 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 في الماده دي ومعاك وقت ومظبط دنيتك من اول السنه، فزود عليهم كتاب الوافي كان حلو جدا برضه. كواحد حل الثلاثه في السنه بتاعته بقول لك كتاب الامتحان كان احسن واحد فيهم واكتر واحد فيهم طلعت منه بفايده. بالنسبه بقى اللي تراجع مع مين، قدامك ثلاثه: مستر محمود مجدي، مستر محمد عبد المعبود، مستر احمد السجاع. الثلاثه كويسين جدا، شوف انهي انسب ليك وكمل معاه. انا عن نفسي خدت فتره المراجعه النهائيه مع مستر محمود مجدي، انما الفتره بقى بتاعت ليالي الامتحان انا خدتها مع مستر محمد عبد المعبود. وانا يمكن استفدت لان الامتحان ده بيبقى قبل امتحان الفيزياء في اسبوع كده قبله. الاسبوع ده انا رجعت مع مستر محمد عبد المعبود. حرفيا انا اللي استفدته في السبع ايام اللي كانوا مع مستر محمد عبد المعبود اكتر من اللي استفدته في السنه كلها. ومش بس الامتحان ما خرجش عن الفيديوهات اللي هو نزلها في السبع ايام دول، وعلى فكره الاسبوع الاخير ده كلهم بينزلوه على اليوتيوب، مش منصات. انما المنصه او الفتره النهائيه فتره المراجعه النهائيه دي بتكون منصه، انما الاسبوع الاخير ده كلهم بيعملوه على اليوتيوب عادي جدا، مش بتشترك في منصات. حتى لو هم قالوا اشترك في منصه والكلام ده ما تشتركش، لاني صدقني كده كده بتنزل يوتيوب. حتى لو انت واحد من الشخصيات اللي مش بيفهموا من مستر محمد عبد المعبود كويس او بيقعدوا يقولوا ده ليفل شرحه عالي قوي وحاجه اوفر، انت في فتره المراجعه النهائيه دي انت نفسك هتحس ان انت انسان اوفر وعقليتك ما بقتش زي الاول خالص. هتحس ان انت فاهم كل حاجه ما كنتش فاهمها في اول السنه، وافيهات الدحيحه دي والحاجات اللي هو انا برجع بدماغي دي لاول السنه، ده هيبقى شعورك ساعتها. فمش هيبقى معاك مشكله ان هو يعلى بالليفل او ينزل بالليفل او ده كله، هيبقى بالنسبه ليك حلو. فصدقني نصيحه مني بجد، السبع ايام الاخرانيين دول لازم يكونوا مع مستر محمد عبد المعبود. بجد انا مش عارف رسالتي توصل له ولا لا، بس انا بجد اشكره على المراجعه النهائيه في السنه بتاعتي، فرقت معايا جدا. كتاب الامتحان مراجعه نهائيه، انا عارف ان كتاب الامتحان في السنه ما كانش احسن حاجه، بس في المراجعه النهائيه كان حلو جدا. سيدي لو انت جامد وحابب تزود يبقى كتاب الايزو، وده اختيار حلو جدا، بس لو هتختار كتاب من الكتابين يبقى اكيد كتاب الامتحان. بالنسبه بقى تراجع مع مين، كيمياء مستر خالد صقر مراجعته كانت حلوه جدا. برضه مدرس اسمه دكتور الخولي بجد مراجعته كانت حلوه جدا واستفدت منه فعلا في فتره المراجعه النهائيه.
بس ملحوظه، الكيمياء كانت من المواد اللي انا كملت فيها سنتر واعتمدت على السنتر فيها في المراجعه النهائيه، ما اعتمدتش على المنصه وكملت فيها في السنتر. انت كذلك اعمل كده، بس مش في الكيمياء، في اي ماده انت حاسس فيها ان انت مش اجمد حاجه بلاش توقف فيها سنتر. انما المواد اللي انت شايف نفسك فيها كويس اصلا، لا وفر وقتها واعتمد على المنصه كفايه. بالنسبه بقى للجيولوجيا، كتاب الامتحان كذلك كان حلو جدا، ولو حابب تزود يبقى كتاب جيو ماجد كان برضو فيه حبه حاجات حلوه كده، زي ان هو كان بيقعد يعمل ملحوظات كده على جنب في كل صفحه. الملحوظات دي كانت بتلم لك المواضيع وتربط كل درس ببعضه. كمان مراجعه نهائيه مع مين؟ اكيد مع جيو ماجد. بجد المراجعه النهائيه بتاعته كانت جباره. الماده مش عارف، انت ممكن تكون حاسسها من اول السنه صعبه او حاسسها من اول السنه سهله، هتلاقي دايما اختلاف في الاراء. بس المراجعه النهائيه بتاعتها صدقني بتكون سهله لو انت راجعت مع الشخص الصح. عن نفسي راجعت مع جيو ماجد، لمها لي، او انا كنت محتاج بس حد يربط لي الحاجه ببعضها ويديني التكات، وهو فعلا عمل كده. لا والاجمل واجمل ان هو كان عامل مراجعتين، مراجعه لو انت شايف نفسك تمام وحابب تاخد بقى التكات والحاجات الصعبه، ومراجعه لو انت ضايع خالص جايب لك المنهج من الاول خالص. وانا بحكي لكم دلوقتي انا فاكر هو كان بيعرفنا المراجعه النهائيه بتاعته هتمشي ازاي وانا قاعد على السرير ده، ولا كانها من سنه بالظبط. فعلا من سنه. الموضوع انا حاسس ان انا بقالي 6 سنين، مش السنه اللي فاتت كنت في ثانويه عامه. بقى الاحياء فدي هيبقى فيها كتاب كريتيف جدا. ايوه هو كتاب امتحان. حابب تزود يبقى كتاب دكتور احمد الجوهري، الكتاب بتاعه حلو جدا. وانت بقى الشخص الجامد الوحش اللي مظبط الدنيا من اول السنه، فهقول لك زود بكتاب التميز. ولكن كواحد برضو حل الثلاثه، حابب اقول لك كتاب الامتحان احسن اختيار فيهم. تراجع بقى مع مين احياء؟ اكيد 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 مع دكتور احمد الجوهري. على فكره المراجعه النهائيه بتاع الدكتور محمد ايمن ابن عمي كان مشترك فيها، وكنت ساعات كده برجع له في حاجات وبخليه يوريني من عنده، كانت حلوه جدا برضو. لكن انا كل الحاجات اللي قبل كده كنت بقول لك شوف هتستريح مع مين وراجع معاه، لكن في الاحياء انا بقول لك ده امر راجع مع دكتور احمد الجوهري. بجد المراجعه النهائيه بتاعته فوق الوصف. انت غالبا هتنسى الفيديو ده، يا ريت تحفظه وتبص عليه قبل فتره المراجعه النهائيه. هتحس ان المعلومات دي اول مره تسمعها للمره الثانيه، تكون حاسس انه بدري شويه على الكلام اللي انا بقوله ده، لكن صدقني مش بدري ولا حاجه، وانت قدها باذن الله. حوالي 5 6 شهور كده كنا بنقول لكم وبدايه الميل الطويل بخطوات. انا عايز اقول لكم انتوا خلاص قربتوا تنهوا اصلا مشوار الميل الطويل ده. حاجه اخيره عايز اقولها كدكتور صيدلي، بالتوفيق لكم يا رب.